صباح الخير واهلا بيكم في داي 1 من فلوجز الاجازه. طبعا بما انها اجازه فانتوا هتسالوا انا ليه لابسه اليونيفورم بتاع المدرسه دي، رايحه المدرسه دلوقتي. انا بصراحه ما اعرفش، ولكن انا رايحه عشان هما في المدرسه اتصلوا بينا وقالوا ان احنا نيجي، فرايحين نكتشف مع بعض. انا كده جهزت. تصدقوا هنا الاضاءه احلى. المهم يلا بينا. ثانية عايزة اصور فيه من فوق. فاكرة نفسي طالعة برج ايفل بروح امي. بس كده بعد بقى ما خلصنا اليوم في المدرسة خلاص روحنا بقى البيت. وطبعا بقى بعد ما اكلت وصليت وكده دخلت نمت وصحيت تقريبا كده على الساعة 11 12 كده بالليل، لان فعلا اليوم اللي بنزل فيه المدرسة ببقى مروحة البيت هلكانة فعلا وبنام نوم عميق بجد يعني. فصحيت بقى كده وقلت بقى ايه اكمل الرسمة اللي كنت بدأت فيها من زمان. كان بقالي تقريبا حوالي 3 4 ايام كده من ساعة ما خدت الاجازة بدأت فيها وما كملتهاش. فيا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، بجد اكتشفت الموضوع ده لسه قريب، ولما اكتشفته حسيت ان الموضوع بجد اللي هو ازاي لسه مكتشفه الحوار ده دلوقتي، ازاي ما فكرتش فيها قبل كده. وهو ان احنا لو احنا مثلا هنعمل رسمه او شكل في اكتر من حاجه، المفروض ان هم يكونوا متطابقين زي بعض تماما. فالمفروض ان احنا بنستخدم الشفاف او ورق الزبده. انا بقى ما كنتش بعمل كده طول الفتره اللي فاتت دي، كنت بضطر ان انا ارسم يعني اعيد الرسمه تاني هي بس من غير شفاف بقى ولا حاجه، وافضل بقى كل شويه امسح باستيكي علشان اطلع النسب مظبوطه واطلع الحاجات بيرفكت وكده. يعني فكره الشفاف دي ما كانتش في بالي خالص. فبعد كده لما اكتشفت بقى فكره الشفاف دي حسيت ان الموضوع بجد كان عبيط قوي، والحل كان قدامي وانا اللي كنت مش بفكر. ف هي الفكره كلها ان احنا مثلا لو عندنا جنبين المفروض ان هما الاتنين يكونوا قد بعض بالظبط، فبنرسم الجنب الاولاني وبنظبطه. بعد كده بنجيب الورق الشفاف اللي هو بيتباع في المكتبه او ورق الزبده، ونشف الورق الرسمه اللي احنا عايزين نعملها الناحيه التانية وبس، ونعيد عليها تاني زي ما هتشوفوا دلوقتي الخطوات في الفيديو يعني. وبكده هتطلعوا الجزئين زي بعض بالظبط. يعني يا رب تكونوا فاهمين انا قصدي ايه، لان انا مش عارفه انا بشرح صح ولا لا، بس الموضوع سهل عليا كتير قوي. فبس حبيت اقول لكم الفكره دي عشان لو حد عنده نفس مستوى الاي كيو بتاعي او لسه ما اكتشفش الموضوع، فموضوع الشفاف ده هيسهل عليكم قوي ان انتوا تطلعوا الجزئين زي ما انتوا عايزين بالظبط او متطابقين تماما زي بعض. فبس زي ما انتم شايفين كده انا كده خلصت الرسمه على الشفاف. هبدا بقى ان انا اقلب الشفاف وارسمها على الورق او على السكتش يعني، ونثبتها بقى بلزق علشان ما تتحركش مننا. واللزق ده تقريبا اصلا هو لزق الورق وكده، بس انا برضو بعمله على الهدوم علشان لما اجي اشيل اللزق ما يعلمش في الورق او ما يقطعش الورقه معايا. وبعد ما خلاص بقى نقلت الرسمه على السكتش بدات ان انا اعيد عليها تاني بالقلم الرصاص، واعمل شويه ظل خفيف كده علشان مش ظل، هو ان انا يعني الونها بالرصاص كده شويه علشان الرسمه يبقى شكلها مجسم اكتر وتوضح اكتر. عايزه اقول لكم الرسمه دي بجد حولتني على ما خلصتها بسبب الخطوط اللي داخله في بعضها دي. يعني خدت وقت كتير على ما ظبطتها، بس الحمد لله طلعت نفس الشكل اللي انا كنت عايزاه. في بقى هاك شفتها على التيك توك من فتره وحبيت ان انا اجربها وجربتها معاكم، دي كانت اول تجربه. وهي ان احنا نلون بفرشة الايلاينر بدل ما نلون بفرشة الرسم العادية او الالوان العادية. انا بصراحة حبيت اجربها. ليه بقى؟ لان الورق اللي عندي ده ورق 150 جرام مش 300 جرام او ورق يستحمل الاكليريك. فالاكليريك لو انا استخدمته على ورق 150 جرام بيخلي الورقة تكرمش وبيخلي يعني شكلها يبان مجعد كده وما تبقاش مظبوطة خالص. فقررت ان انا اجرب ان انا اخفف اللون شوية، لان اصلا الرسمة كان المفروض ان اللون بتاعها يطلع خفيف. فخففت اللون واستخدمت فرشة الايلاينر عشان حسيت ان هي ممكن تمتص اللون شوية، فما تخليش اللون يبقى تقيل قوي لدرجة ان هو يبوش الورقة او يكرمش الورقة او يطبع الناحية التانية او كل المشاكل اللي بتحصل دي. وفعلا لما استخدمتها الورق فعلا ما بش ولا كرمش ولا اي حاجة من الحاجات اللي كنت منتظراها دي يعني، ولا طبع الناحية التانية.
كان اللون زي ما انتم شايفين كان اللون لذيذ، وبصراحة عرفت يعني الون بيها، فحبيت اقولها لكم عشان لو حد حابب ان هو يجربها. وبس كده، ده شكل الرسمة في الاخر. هي ليها تكملة عامة وقطعة تانية، بس حبيت ان انا اوريكم شكلها دلوقتي، ولما اجي اكملها برضو هكملها معاكم باذن الله. اكتبوا لي رايكم فيها في الكومنتس، وهوريكم دلوقتي الرسمة اللي عملتها الاولانية. عايزه اقول لكم ان الرسمه دي بقى ما كانتش بالوان الاكليريك ولا الميه ولا الكلام ده كله، حرفيا ما استخدمتش فيها اي لون من الالوان دي. انا استخدمت التلوين كله كان بالاقلام الجاف او اقلام الحبر، والاخضر ده برضو كان قلم خشب، والابيض ده كان كوريكتور. فبجد انا استخدمت حاجات غريبه قوي، بس الرسمه طلعت تحفه زي ما انتم شايفين كده، وحبيت النتيجه بتاعتها جدا. فاكتبوا لي رايكم فيها في الكومنتس. نيجي بقى لاخر حاجه عملتها في اليوم ده، وهي وصفه للشعر. عايزه اقول لكم ان انا كنت مستنيه اخد الاجازه دي اصلا بفارغ الصبر علشان اعمل الوصفه دي واحاول انتظم عليها في الاجازه، علشان بجد الوصفه دي مفيش حد ما جربهاش وما شكرش فيها او ما قالش انها جابت معاه نتيجه. فكنت عايزه اجربها انا بقى واشوف بنفسي فعلا الموضوع طلع بجد ولا لا. وقدامنا كده كده لحد العيد، يعني نشوف الموضوع هيبقى تمام ولا الوصفه ما جابتش معانا نتيجه. يعني هي طبعا وصفه الروزماري والقرنفل. فاحنا هنجيب اي بخاخه عندنا، معلش هي معاقه شويه، بس دي اللي كانت موجوده وهي مركونه بقالها فتره، فدي بقى قلت انا اطلعها واستخدمها. فهنحط حوالي تقريبا كده معلقتين ولا حاجه من الروزماري كده. المفروض ان احنا نكتر روزماري علشان المفروض ان هو ده الماده اللي فعلا بتبدا انها تكثف الشعر وتقله وتطوله وتعمل كل الحاجات اللذيذه دي. فاحنا هنشوف بقى. بجد انا متحمسه جدا جدا ان انا اجربها واحطها على شعري واشوف فعلا النتيجه يعني هل هيكون في تحسن ولا لا. هنا حبيت اشغل دماغي وادخله بالقمع، بس للاسف الروزماري اتحشر في القمع ومعرفش يدخل، فشلته وابتديت ان انا احط الروزماري بايدي. بعد كده هنحط شويه من القرنفل، مش هنحط طبعا نفس كميه الروزماري علشان القرنفل ده ما بيبقاش حامي على فروه الراس وكده. فهحط كميه بسيطه، يعني ممكن يكون نص كميه الروزماري مثلا. وبعد كده بقى نحط كوبايه ميه سخنه، مش مغليه، هي كوبايه ميه سخنه، ونحط ورقتين من ورق اللورة او ورق الغار تقريبا اسمه كده. ف بس كده هنقفل بقى البخاخة دي ونحطها في مكان لمدة 24 ساعة. مش هنستخدمها على شعرنا على طول، هنسيبها تتنقع لمدة 24 ساعة الاول، وبعد كده نغسل شعرنا ونبدأ نستخدمها. استنوني بقى ان شاء الله بعد 4 اسابيع هاجي اقول لكم ايه الاخبار و ايه التغيير اللي لاحظته في شعري. بس كده. وبس كده يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو كده واتبسطتوا بيه. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتس افكار فيديوز تانية عايزين تشوفوها الفترة اللي جاية، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.